السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم أصدقائي وأحبائي أصدقائي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب على قناة شوق ودوق. النهاردة هنعمل أحلى صوصات وألذ صوصات المطاعم. مايونيز، كاتشب، باربيكيو، اللي الكبار والصغار ما يقدروش يستغنوا عنها. هنعملها بالخطوات وحاجات سهلة وحاجات بسيطة وتقدروا تعملوها بخطوات بسيطة في البيت. أول صوص معانا النهاردة صوص الكاتشب. جبنا كيلو طماطم زي ما احنا شايفين تبقى جامدة وناشفة، ونحط زيت عليها وندعكها كلها بالزيت. ممكن نسلقها وممكن نشويها في الفرن، بس انا بفضل الشوي. ونقلبها كويس في الزيت وعلى درجة الفرن السخن على حرارة عالية. وبعد ما قشرنا الطماطم وحطيناها في الخلاط هنضربها مع المكونات بتاعتها. نص كوباية سكر، معلقة صغيرة ملح، معلقتين عصير ليمون، معلقتين بابريكا، ومعلقة توم باودر، ومعلقة بصل باودر صغيرين. وهنضرب كل ده في الخلاط. وبعد ما ضربنا كل الكلام ده في الخلاط، بص كده الريحة مش قادر اقول لك عاملة ازاي. هنيجي على نار هادية ونصفي الخليط ده كله. ودلوقتي كده بعد ما الصوص معانا ربط وابتدى يغلي، معلقة ممسوحة نشا مع كوباية مية. ننزل بالنشا كده، وهننزل واحدة واحدة ونقلب. بعد كده هننزل بمعلقة الخل المركز اللي هنجيبها من عند العطار، مش أي خل. بس كده، ونسيبها على النار لحد ما تربط على نار هادية. وزي ما انتوا شايفين دلوقتي خلص كده صوص الكاتشب. بص السمك، بص التقل والحلاوة. ولسه طبعا كل ما يبرد هيتقل اكتر. انا باخد نص الكمية عشان النص التاني هعمل بيه صوص الباربيكيو. نسيب ده يبرد. بص السمك. ودلوقتي حطينا نص الكمية بتاع صوص الكاتشب على النار، وهنزود عليها 2 معلقة صويا صوص فاتح. هنزود عليها 2 معلقة بابريكا
مدخنة ونقلب كويس. بص اللون، بص اللون ابتدى يظبط معايا ازاي، ابتدى يغمق، اللي هو لون الباربيكيو صوص بقى. وهنجيب نص كوباية مية ونص معلقة نشا، وننزل بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. بص اللون، بص اللون، كل بقى ما هيندمج مع بعض كل ما هيغمق، وكل ما هيدينا اللون الباربيكيو صوص الجميل بالريحة المدخنة بالصويا صوص. وادي الباربيكيو صوص اهو يا جماله يا حلاوته يا حركاته. برضو كل ما يتقل، بص السمك بتاعه، بص كل ما يبرد كل ما يتماسك، وكل ما ايه تزيد حلاوته وطعامته. وبعد كده هنعمل تاني صوص معانا، صوص المايونيز. هنجيب 3 بيضات، هنفصل الاول البياض عن الصفار كده زي ما احنا شايفين. في ناس بتستخدم البيضة كلها، وفي ناس بتعملها باصفر بيض بس، وفي ناس بتعملها بابيض بيض بس. انا بفضل الابيض بيض بس. زي ما احنا شايفين نفصل البياض عن الصفار. هيبقى الشغل بتاعنا كله في الخلاط على اقل سرعة. نشيل الاصفر بيض، نيجي هنا في الخلاط بتاعنا بياض 3 بيضات، اتنين معلقة عصير ليمون، معلقة خل مركز ممكن يتجاب من عند العطار، هتلاقيه ده بيبقى احسن من الخل العادي، معلقة صغيرة، 2 معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة سكر. كل ده بيتراح كويس. زي ما احنا شايفين كده اللون بقى كريمي خالص. هنبتدي نرجع تاني الخلاط، وهننزل بالزيت، زيت عباد الشمس على سرعة هادية خالص، سرسوب رفيع. والقوام ابتدى يتماسك معانا. هنقوم نازلين عليه بحوالي كوباية الا ربع لبن. الله على جماله وحلاوته. ونرجع برضو تاني للخلاط مع الزيت، برضو سيل صغير زيت. وبكده يبقى خلصنا الصوص التاني، صوص المايونيز. بصوا يا جماعة القوام، بصوا الجمال، بصوا الحلاوة. ده تاني صوص معانا النهاردة بعد صوص الكاتشب. وبالهنا وبالشفا.
ودلوقتي كده يبقى احنا خلصنا الصوصات بتاعتنا: صوص المايونيز، صوص الكاتشب، صوص الباربيكيو، وهنشوفهم مع بعض. بصوا يا جماعة، بصوا يا جماعة السمك يا جماعة، بصوا يا جماعة السمك، المايونيز وحلاوته وريحته وطعمه. بصوا صوص الكاتشب وسمكه، وكل ما يبرد هيتقل وهيديك تيست اعلى. بص صوص الباربيكيو. وبكده يبقى احنا قدرنا نعمل صوصات اللي ترضي ولادنا في البيت بأقل أسعار وأقل تكلفة وأبسط حاجة. وانتظرونا في الفيديوهات الجاية، والسلام عليكم. والقوام ابتدى يتماسك معانا. هنقوم نازلين عليه بحوالي كوباية الا ربع لبن. الله على جماله وحلاوته. ونرجع برضو تاني للخلاط مع الزيت، برضو سيل صغير زيت.
وبكده يبقى خلصنا الصوص التاني، صوص المايونيز. بصوا يا جماعة القوام، بصوا الجمال، بصوا الحلاوة. ده تاني صوص معانا النهاردة بعد صوص الكاتشب، وبالهنا وبالشفا.